ما يجرؤوش يعملوا فيلم بالجمال ده، لان هو بيدور على الناحيه التجاريه على طول عندنا في مصر على الفيلم لازم يبقى فيه اكشن، لازم يبقى فيه قصه حب شكلها معين، في نكت تتحط وحاجات كده. لكن لما تلاقي فيلم بيقول معنى للإنسانية كلها، ده حاجة جميلة جدا. ولما الفيلم اللي يتعمل عن الإنسانية ده يجمع دولتين عربيتين شقيقتين في الفيلم بممثلين وتعاون مشترك بين الاثنين، ده الجديد كمان. يعني دي حاجة أنا فخور جدا جدا إن أنا شغال في فيلم بيقول إن الإنسان يعني أنا مش عايز أحرق الفيلم الحقيقة يعني، بس الفيلم بيتكلم على الإنسان، وإنه أصلا ممكن أبقى أنا أصلي مغربي وحضرتك أصلك مصري في الأصول الأولانية، بس المهم مبادئنا واحدة. المبادئ دي اللي إحنا بنتكلم عنها في الفيلم ما أعرفش أحكيها في كلمتين، بس أعرف أقول إن الجديد اللي في الفيلم هو إنه فيلم محترم. وأنا اشتغلت للأسف أفلام كتيرة جدا تجارية، يعني ما بقولش عليها مش محترمة بس تجارية، يعني بتخاطب الجمهور بس. الفيلم ده فيه غير الموضوع الإنساني اللي فيه، في قيم دينية جامدة جدا، في يعني ولي زي المرسي والعباس محدش يعرف عنه حاجة كتير في الأجيال الجديدة، فبيعرفوا في الفيلم ده. أنا كان يعني ليا الشرف إن أنا وإلهام يبقى لينا جانب كوميدي في الفيلم، وبنضحك الناس بشكل محترم وبشكل في سياق المعنى نفسه. فأنا فخور بالفيلم وأشكر